السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بطل أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه. جملة كنت أتمنى من كل قلبي أسمعها النهاردة، فرحة كنت أتمنى من كل قلبي أحسها النهاردة. والدتي توفت من يومين، أرجو من كل اللي يسمع الفيديو ده أن يدعي لها بالرحمة والمغفرة. الإحساس الحزن اللي كان مسيطر عليا كنت بتمنى وبدعي ربنا ان النهاردة يحصل شيء يخفف ولو سنة صغيرة من الاحساس اللي انا كنت حاسه وما زلت حاسه. اتفرجت على الماتش وانا اعصابي كلها متشنجة، وعارف ان المباراة صعبة جدا جدا جدا، وان احنا حطينا نفسنا بالهدف اللي استقبلناه في وضع سيء جدا، وان الظروف كلها هتكون ضدنا، بس كان عشمي في ربنا كبير. ودايما زي ما قلت لكم في الفيديو الاولاني بتاع لقاء الذهاب، قلت البطولة دي مش هتيجي من كازابلانكا الا برجالة. محدش هيجيب البطولة دي لا لعب ولا كورة ولا فنيات ولا 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 رجالة وبس. لعيبة رجالة ما يهمهاش بقى لا ضغط جماهيري ولا نتيجة بتاعة الذهاب ولا اي حاجة غير انهم يقفوا ويصمدوا ويلعبوا لعبهم وما يخافوش من اي حاجة، ويعرفوا ان هم اسياد القارة مش اي حد تاني، وان مفيش حد عقدة للاهلي، الاهلي اللي عقدة للكل. واول ما شفت محمد عبد المنعم في الدقيقة 60 بيزعق للعيبة وبيقول لهم شدوا وبيقول لهم هنجيب جون وهنفوز، اطمنت. احنا بدأنا الماتش مش كويس ودافعنا بشكل مبالغ فيه، واللعيبه كانت متوتره والاداء ما كانش اللي احنا نتمناه، لكن اول ما بدانا نغير في السكواد ونطلع لعيبه كانت بره الفورمه وبره الاداء وبره الحاله، وبدات زي ما قلت لكم شفت عبد المنعم بيتكلم بالطريقه اللي بيتكلم بيها واللعيبه بدات تشد وبدانا نروح، حسيت ان قلبي مستريح وان ان شاء الله هنلعب لعبنا وهنوصل للجون، وان شاء الله هنجيب الجون اللي احنا عايزينه. احنا كل مشكلتنا كانت جون، والحمد لله. محمد عبد المنعم لما كنت بقول ان احنا خسرنا نهائي السنة اللي فاتت بسبب ان محمد عبد المنعم مش موجود والناس كانت بتستغربني، النهاردة محمد عبد المنعم بيثبت انه مدافع من الطراز الاول. ويا رب ما يكونش ناصر الخليفي قاعد يحضر المباراة ده عشان جاي له هو، يعني هتبقى مصيبة. هو باريس سان جيرمان لعيب فرقه كبيره، بس انا اتمنى ان محمد عبد المنعم ما يخرجش من الاهلي. وبمناسبه محمد عبد المنعم والسكواد الكبير اللي موجود، الاهلي لازم يحط في اعتباره ان الصيف ده بالذات لازم اقوي السكواد بتاعي لاقصى درجه. لازم ما اوصلش ان انا كل ما العب النهائيات بتاعه اي بطوله قاريه ابقى مرعوب وقاعد حاطط ايدي على قلبي ومستني الفرج في اي لحظه. انا محتاج ان انا العب باريحيه شويه. مفيش حد طبعا بيبقى ضامن الفوز، لكن على الاقل ابقى بلعب وانا واثق قوي في قدرات اللعيبه اللي موجوده معايا. انا عندي تيم ممتاز، محتاج منه بس بعض تفاصيل صغيره زي ما قلت لكم كده. انا عايز مدافع قوي جدا او 2 جنب عبد المنعم. محتاجين نشوف بديل جاهز لمعلول، لان معلول ما ينفعش افضل احلبه كده طول الوقت، ما ينفعش افضل طول الوقت معتمد على معلول، ومعلول بيكبر وساعات لما بيتضغط جامد بيبقى ثغرة دفاعية كبيرة جدا. لازم اكون برضو في بديل لهاني قوي، لان هاني في مباريات بيبقى قوي وفي مباريات بيبقى نص نص، وخالد عبد الفتاح ياخد اكتر من كده. نشوف بديل جاهز. الاهلي محتاج راس حربة بالمعنى الكلاسيكي التقليدي، لعيب قوي وفينيشر قوي وبيقدر يجيب جول من النص فرصة. محتاج الاجانب بتوعي، لازم اطور من الاجانب اللي انا بجيبهم، لان انا لحد دلوقتي انا مش مستفيد استفادة قصوى من ال6 أو ال7 اماكن اللي موجودين عندي، سواء ال5 الاساسيين او ال3 اللي تحت السن. يا دوب هو ديانج، ومش دايما ديانج بيديني مردود كامل، وعلي معلول وبيرستاو. الباقيين كلهم بيبقوا دك، سواء قندوسي سواء برونو سافيو سواء كريستو اللي ما لعبش خالص. لازم يكون عندي في السكواد بتاعي عالي جدا. الف مبروك يا رجاله، فرحتونا. ودي حاجه دايما انا بقولها، الحاجه الوحيده اللي بتفرحني في الحياه دي كلها هو الاهلي.
اول ما بحس بالاحساس اللي انا بتكلم بيه ده، ربنا يعلم الاحساس بتاع الواحد والكميه التوتر والقلق والحزن اللي كان فيه والفرحه اللي بتحسها بالشكل ده، وجايه في توقيت بالنسبه لي انا شخصيا توقيت مهم جدا. دايما الاهلي مصدر فرحتنا. مبروك ال11، وهنفضل نقول ال12 وال13 لحد ما لا نهايه. اللعيبه النهارده كلها كانت رجاله. التغييرات فرقت كتير جدا في اللعب. عندي بس يعني علامات استفهام على شريف وطريقه لعبه من ساعه ما نزل، وخصوصا انه كان باين انه بدنيا حتى مش جاهز، ودي حاجه كانت غريبه يعني. حمدي فتحي النهارده ما عجبنيش، لكن الفرقه كلها في الاول وفي الاخر رجاله وفرحتونا، وهفضل اقول رجاله وفرحتونا. وما كانش ينفع رد الاعتبار بتاعي غير ان انا اجيب الكاس من قلب الملعب بتاعهم، من قلب كازابلانكا، عشان الناس مع احترام الفرقه الوداد لكن استهانوا بالاهلي وما قدروهوش وما ادوليش قيمته. اللي ما يعرفش قيمه الاهلي يبقى ما يعرفش حاجه. الاهلي بعبع افريقيا وهيفضل بعبع افريقيا، والناس كلها لازم تعمل له الف حساب. مبروك يا رجاله، فرحتونا بجد، فرحتوني انا شخصيا، ويا رب دايما من انتصار لانتصار لانتصار طول العمر. الف مبروك.